بيكم في برنامج 4 شعلة مع دوبيزل. البرنامج ده طبعا اللي بنجيب فيه اتنين بنسخنهم على بعض وبنشعل الدنيا ما بينهم، ودي فكره 4 شعلة. وناس كتير تسال ليه 4 شعلة؟ علشان دوبيزل مولعاها في 4 مجالات انتوا عارفينهم طبعا، وهم العربيات، العقارات والوظائف والجودز. والنهارده طبعا البرنامج ده قايم على مسابقه على السيميليتر ما بين اتنين هيقعدوا يسخنوا في بعض، واحنا نقعد نسخن فيهم ونلخبطهم ونسخنهم على بعض ونشعل الدنيا بينهم عشان نشوف في الاخر مين فيهم احسن حد هيعمل حاجات. بس قبل ما نتكلم في اي تفاصيل عايزين نرحب بضيوفنا اللي موجودين معانا النهارده. هنبدا باليمين، معلش بس كريم عشان نبدا باليمين. طبعا اول حد معانا النهارده هو انا بسميه رجل اعمال الفصيح، اللي هو بيشتغل في اي حاجه، ذكي تتعلم منه رغم صغر سنه، انما بتتعلم منه كتير، بيخش اي حاجه يجيب اخرها، واخد بالك ازاي؟ ومكسر الدنيا في سباقات الدريفتنج مؤخرا، وهو رمزي احمد. منور يا استاذ احمد. منور والله العظيم. انا حاسس اني عملت حاجه صح في الاخر اسبوعين عشان اجيبك هنا النهارده معانا. لا ده شرف لينا. هاجي لك، هرجع لك، اصبر بس. المتسابق الثاني بقى ده نعم اكتب عنه كتاب، والله العظيم اكتب عليه كتاب من كتر ما هو كاريزما. ده الماده الخام للكاريزما، يعني بتشوفه تقع في حبه كده من غير اي حاجه. الراجل ده مكسر الدنيا بقى حرفيا، بيمثل مصر في اوروبا في سباقات الدريفتنج، باي حاجه بيحط ايده عليها بيصنع منها فن ومتعه. المتسابق والدريفتر المصري المشرف كريم هاني. استاذ احمد والله منور استاذ كريم. حبيبي لسه جايبينه حالا من اوروبا حالا، لسه الطياره وصلت رجع غير. كنت مسافر بيزنس انت؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا استاذ كريم. الله يسلمك استاذ احمد. برضه معلومه للناس اللي ما تعرفش ان كريم ورمزي قرايب، وانا اعرف من زمان المعلومه دي، بس عمري ما عرفت هم قرايب يعني ولاد خاله ولاد عمه. هو في قرابه بس مش انتوا قرايب ازاي؟ ولاد خاله. انتوا ولاد خاله اصلا. العيله كلها ما شاء الله موهوبه في السباقات والحاجات دي، ولا انتوا بس اللي فلتوا؟ لا احنا بدأنا مش فلتنا، احنا بدأنا وهي جت كده يعني. بتساعدوا بعض؟ اه. النهارده ده مش هيحصل بقى. لا النهارده خالص انا ما اعرفوش النهارده عايزين نشوف بقى يعني فاهم نفسنا بقى حربقه. انتوا عارفين بقى، انتوا المجال بقى، انتوا جايين من المجال وفاهمين المجال بقى كله كده اصلا. الدنيا ماشيه ازاي. فاحنا النهارده عندنا 11 سؤال، انا معايا الاسئله اهي، وانتوا النهارده الاثنين قاعدين على السيميليتر نفس العربيه نفس التراك. اول ما هقول لكم تبداوا تطلعوا على التراك تعملوا لفات اسرع حاجه عندكم وتركيز، وانتوا سايقين انا ببدا اسالكم بقى اسئله. معانا اسئله، السؤال ب 10 نقط، السؤال الواحد ب 10 نقط. في بقى اسئله تخص دوبيزل دي عليها 20 نقطه. ليه بقى؟ ليه بقى تفتكر؟ ليه بقى؟ عشان دوبيزل هم الموضوع بتاعهم، فهم لازم يبقى فيه تحيه. اصحاب اللعبه. اصحاب اللعبه بالظبط. المفاجاه بقى اللي انتوا مش فاهمينها، ان طبعا ما ينفعش حد يجاوب غير لما يدوس على الجرس. يعني انا هسال السؤال، اللي هيدوس على الجرس الاول هو اللي هيجاوب. ماشي تمام. ماشي. وبقى المفاجاه ان بعد ما نخلص الاسئله هنشوف البوينتس كام، وبعد كده نشوف اسرع لفه اتعملت عندك كام وعنده كام، والاسرع هياخد 80 نقطه. فانت ممكن لو ما جاوبتش اي حاجه في الاسئله ممكن تعوض بالسؤال. ده انا يا استاذ احمد. بس هي الصعوبه في التركيز بقى، واخد بالك ازاي؟ سيب له التركيز والسؤال، اخد الاسئله. الصعوبه في التركيز. انتوا متحمسين جدا والله العظيم. انتوا عايزين تناموا انا عارف. لا معلش. فانا اول ما هطلق الصفاره تنطلقوا انتوا على طول تبداوا السواقه. يلا بينا. جاهزين؟ هنبدا مع بعض المسابقه. جاهزين المتسابقين، قصدي المتسابقين جاهزين؟ انتوا يلا. وبيبداوا طبعا المتسابقين بتوعنا. وده ياخدنا الى السؤال الاول. بس انا مش عايز، كنتش عايز احرق السؤال، عايزهم يكونوا بيعملوا لفات وما لسه بيخرجوا، سيبوهم يسخنوا الدنيا شويه، وابدا برضو دردش معاهم شويه. عامل ايه في السباقات في اوروبا يا استاذ كريم؟ انت بتجربني تجهزني ولا ايه؟ يعني بشوف كده انت تتفاعل معايا ولا لا؟ والله السباقات حلوه. مختلفه شويه عن هنا؟ مختلفه جدا ومحتاجه تركيز تاني خالص غير هنا، وطريقه التحكيم هناك مش زي اللي احنا متعودين عليه. ما احنا تعمدنا بقى ان احنا نجيبك هنا في حته التركيز دي بالذات، عشان لما نضغط عليك ونقرص عليك هنا في 4 شعلة مع الدوبيزل تروح تفتكرنا بقى وانت ايه ماشي بالجنب على سرعه 200 داخل في الحيطه مش عارف، يا ربنا يستر طريقك. اما استاذ رمزي بقى انا مش عارف اركز منك. انا موترك. طب خلاص انا هبدا اسالكم بقى اسئله عشان كل الجمهور زهق مني الحقيقه. السؤال الاول بقى وركزوا معايا وكله يركز مع الجرس، واللي هيحجز جرس وما يجاوبش هخصمه 5 نقط، 5 نقط يتخصموا منه. فيلم فاست اند فيوريوس الجزء الاول كان فيه فيلن راجل شرير كان اسمه جوني تران. جوني تران مش تران، هو اسمه كده. الراجل ده كان عربيته ايه في الفيلم؟ هديكوا اختيارات: هوندا سيفيك كوبيه،
مازدا ار اكس 7 ولا هوندا اس 2000؟ حد عنده؟ اوه استاذ كريم. لا مش عارف، انا هخمن. خمن. هوندا سيفيك كوبي. هوندا سيفيك كوبيه. استاذ كريم بجد موهبه خام، زي ما قلت لكم اجابه غلط. نخش على رمزي، عندك اجابه؟ معلش اديني الاجابات تاني معلش. احنا قلنا هوندا اس 2000، مازدا ار اكس 7 ولا هوندا سيفيك كوبيه؟ بسرعه عشان اس الوقت. 2000. هوندا اس 2000 غلط. اجابه صحيحه يا رمزي، لله. 10 نقط. وعلى طول طبعا بتلاقي الحربقه بتبدا تبان على وش كريم، يعني ابتدى يحس ان هو ايه، لا انا مش جاي اتهلهل هنا، انا في الاخر هو كريم اكبر من رمزي برضو، خلي بالكم في السن. وبسمع زمان في طفولتهم كان كريم بيتنمر وبيبهدل رمزي وهم دي حقيقة. اطفال، بس رمزي ابن حلال طيب يعني بيسامح. وده ياخدنا للسؤال الثاني في مسابقه 4 شقله النهارده. فولكس فاجن، ركزوا معايا انتوا، انا مش بسال السؤال ده لنفسي. فولكس فاجن اشترت شركه لامبورجيني سنه كام؟ هديكوا 3 اختيارات، سنه 98 ولا سنه 2002 ولا سنه 1985 في تاريخ ميلادي، السنه اللي انا اتولدت فيها. استاذ رمزي. 1998. 1998 اجابه صحيحه. رمزي عليك انا مذاكر. رمزي بالحب بالحب بالحب. يبقى كده احنا معانا 20 نقطه رمزي، وكريم هاني طبعا مركز. لا، أنا في السواقة. هسوق. انت هتسوق؟ أنا مش سيبني أسوق أنا. مش هترد اصلا، لا لم تجاوب. انا عارف انه هيكسبني في السواقه. لا 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 انت، كريم في السبيد رخم وفي الدريفت رخم وهم وحاجه بيتمرنوا رخمه. والله كان اسرع منه، بس ماشي. ده ياخدنا للسؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول، ده سؤال بقى دوبيزل، ده تحيه 20 نقطه ده، خلي بالك. انا بقى هركز في ده. بما ان دوبيزل عليه الاف الاعلانات، تفتكر الوحدات اللي عليه اللي هي اليونتس يعني بتبقى ريدي تو موف ولا اوف بلان ولا ينفع الاثنين عادي؟ رمزي اللي زمر الاول. ينفع الاثنين عادي. الله عليك انت شطور. سيب دركسيون. رمزي كده معاه 40 نقطة. الفار بس عشان معيش الفار دايما بيبقى مسقط مني. 40-0. انا بس باكد معاك انك صاحي معايا، الفار صوته ناعم شويه. 40-0. وطبعا كريم فيه لا مبالاه غير عاديه، فاهم؟ هو اصلا لسه مقومينه من على السرير. وده ياخدنا للسؤال رقم 4. صح وتركز معايا كده عشان انت عصبني. ها بصوا بقى، ده سؤال مش سهل يعني. مين الشركه اللي امتلكت رولز رويس لفتره وبعدين باعتها؟ انا لسه ما قلتش الاجابات بس ماشي. رمزي زمر الاول. ايه ده، هو انت هتقول لا الاجابات؟ انت خلاص انت زمرت بقى، تعالى. ماشي. بي ام دبليو. هي بي ام دبليو باعتها؟ ما اعرفش، بس انا عارف ان هي امتلكتها. هي امتلكتها. لا اجابه غلط. وبكده نروح لكريم يا حرام معاك بقى. انا كان في اختيارات المفروض اقولها. انت هتقولها لي بقى الاختيارات. هقول لك اختيارات عشان حرام صعبان عليا، الراجل جاي لنا برضه من اخر الدنيا. ناقص الاختيارين، بنتلي ولا فيكرز بي ال سي؟ بنتلي ولا ايه؟ ولا فيكرز بي ال سي اللي انا مش عارف هي ايه اساسا. بنتلي. بنتلي، برافو عليك. نبيه في الاسئله غلط. بشكل غير عادي، اجابه غلط. وبكده 0-0 هنا، وما زلنا. طب ايه الشركه دي؟ انا اول مره اسمعها. هي شركه انجليزي قالوا لي هي عشان اول مره تسمعها اختارها. الاعداد قال لي كده، والله ChatGPT قال لي كده برضه. وبكده احنا وصلنا للسؤال الرابع، والنتيجه 40 لرمزي، 0 لكريم هاني. وده ياخدنا على السؤال الخامس. تفتكر مين اللي ممكن يعلن، ده سؤال دوبيزل خلي بالكوا، ده ب 20 نقطه تحيه. تفتكر مين اللي ممكن يعلن عن وحدات عقاريه على دوبيزل؟ تعال انت بتخسر نفسك. لا هو في خلاص انا بنسى ان في اختيارات. قول. طيب. لا اي حد. يعني ايه اي حد؟ اي حد ممكن يعلن. اي حد ايه؟ اي حد ممكن أي يعلن. حد ممكن يعلن؟ ممكن يعلن وحده عقاريه. هي اجابه صحيحه. الواد ذهنه صاحي. اجابه صحيحه. لا احنا كده بيحجز على فكره. بس هو رد اجابه صحيحه للاسف. هو فعلا كان الاختيارات برضو عشان تبقوا عارفين، الديفلوبرز ولا البروكرز ولا انديفيدوالز عادي زينا كده، زينا احنا كريم. انت مش انديفيدوال زينا، انت فوق البشر يا اخي بقى. ولا كل ما سبق. فهو قال كل ما سبق. انا اخترت كل ما سبق من قبل كل ما سبق. ولامبورجيني 1998 عشان ميلادي، انا ما كنتش اعرف على فكره. انت عارف انت معاك 60 نقطه وهو 0. ما هو هياخد 80 من وعارف ان السواقه. السكور ده لايق قوي على شعرك، لان الشعر ده شعر ناس دحاحه. يعني ده شعر واحد بيقعد في الفصل لا عمري ما كنت اول بروح صف. اساله، كنت بغيب من المدرسه دايما. غيب ايه لا يمكن. القصه دي عايزه قميص مقفول لحد هنا. وده كده ياخدنا للسؤال رقم 6. بصوا بقى، ركزوا بقى شويه، وانت بقى اصحى بقى من الغيبوبه. انت بتصطبح ايه انت؟ دوبيزل ده ولا عادي؟ لا ده عادي، ده مش مشكله. يا ترى الفئه ال 500 اكس فيها نفس مواصفات ايه من العربيات دي؟ هديكوا 3 اختيارات، هافال اتش 6، نيسان كاشكاي، ولا جيب رينيجيد.
قول. لا ده انا اللي زمرت، خلي بالك لا، هو الاول. اللي زمر. لا هو اللي ظبط. ارجع للفار. هو اللي ظبط. ايه ده، وانا كريم. اتطرشت ولا ايه؟ انا نسيت اصلا. انا سنجيت، انت اللي زمرت؟ اه. ايه ده، انا اسف، ما انت ما زمرتش اصلا؟ الحمد لله. ايه بقى، قول العربيات تاني معلش. تاني ماشي عشان خاطرك بحبك. نيسان كاشكاي ولا هافال اتش 6 ولا جيب رينيجيد؟ جيب رينيجيد. جيب، برافو كريم، اخيرا اخيرا صاحب للغيبوبه. كيكو كريم هادي. يبقى كده كام بقى؟ كده 10 60 10 يعني ايه بصراحه. دي مش دوبيزل ولا ايه دي؟ لا دي مش دوبيزل للاسف. فاهم قصدي. دي مش دوبيزل. فاهم قصدي. طب كده السؤال السادس 60 10 ده ياخدنا الى السؤال السابع، وده سؤال للجامدين اللي هم الناس اللي زيك يا استاذ كريم. السؤال بقى ده بيقول في عربيات في بريطانيا واوروبا اسمها فوكس هول، بتنزل عندنا هي بس باسم مختلف. الاسم ده هو ايه؟ ومفيش اختيارات. معلش طب عيد بقى السؤال. انا مش عايز خباء. ماشي. في عربيات في بريطانيا واوروبا اسمها فوكس هول، العربيات دي بتنزل عندنا هي بس باسم مختلف. ايه هي الاسم اللي بينزل عندنا؟ ايه؟ مين اللي زمر ده؟ انا. انت زمرت؟ ايه انا عارف اسمها ايه تاني قلت اللي فوكس هول. فوكس هول؟ خلي بالك هتخلق اللي هي الفاندر هول. فاندر هول؟ او اللي هي اللي زي الكيترهام دي. دي يعني احنا مش قاعدين في المصمت، يعني محتاج اجابه معلش. يعني اديني اجابه. خلاص كيترهام. كيترهام؟ برافو. لا، غلط طبعا. علاقه بالموضوع. انا عارف العربيه اللي بتاعت عجلات دي، صح؟ لا يا عم خالص. طب انت يا رمزي؟ لا انا سكيبت السؤال خالص عشان ما اخسرش نقط. لا انت مش كده مش هتخسر حتى لو جاوبت غلط. بجد؟ فكر كده. إيه عربيه دي؟ فوكس هول الانجليزيه هي، او بتنزل في انجلترا يعني مش انجليزيه. بتنزل عندنا بقى في مصر. خلاص مش عارف، قول عشان لا مش عارف. عشان وقت المشاهدين. مش عارف الصراحه. الاجابه هي اوبل يا جماعه، عربياتها في انجلترا اسمها فوكس هول. انا ما اعرف المعلومات دي. ما ما انت ده- في العربيات معلوماتي على قدي برضه. ده انت معلمنا كل حاجه يا استاذ كريم. وبكده طبعا 60 10 زي ما احنا. 5 من فضلك، خسر لا، 5 ولا رن لا، الجرس؟ لا، لا، رن هو الجرس. هو جاوب ورن الجرس بس جاوب. ماشي خلاص. وبكده ده ياخدنا للسؤال رقم 8. اول شركه قدمت هايبريد كارز ماس برودكشن، يعني بكميات كبيره، كانت مين؟ رمزي غريب مش عارف. ساسي يعني. ايوه ساسي. ايوه. والله اعلم. فيراري. او فيراري. ثانيه واحده ما تتكلمش خالص. سيبني انا بقى الحته دي عشان دي هبده عابره. ماس برودكشن. دي هبده عابره للقارات. هو انت قلت هايبر اول ولا شركه هايبرد؟ قدمت هايبريد كارز. سمعتها هايبر كارز، انا اسف. هايبر كارز والله سمعتها كده. حتى يا باشا خلاص معلش. طب انت يا كريم عندك اجابه؟ لا انت مش هتقول لي اختيارات؟ اما ممكن اقول لك اختيارات. ماشي. تويوتا ولا نيسان ولا هوندا؟ تويوتا ولا نيسان ولا هوندا؟ نفسي اعرف فطر ايه. تويوتا. اجابه صحيحه. اي جد اهو. فكر في السؤال الجاي. 20. انا بس عايز اشيك على التايمات عشان افهم بس الراجل الغلبان ده هيروح بحاجه ولا ايه. ده شكله كده ده، بس بسم الله ما شاء الله استاذ كريم. وبكده يبقى هنخش على السؤال التاسع، مش هحرق لكم اي حاجه دلوقتي. السؤال التاسع وده حلو هيعجبكم، ده بيقول صح ولا غلط جاكي شان كان سفير لعربيه او لعلامه معينه من العربيات في يوم من الايام. ايه هي بقى اسم العربيه؟ كريم مراد. ما قالش الاختيارات، ما تقولش ولا الاختيارات زي ما عملت معايا. مفيش اختيارات. قول. جاكي شان. عارفه؟ موتسوبيشي. برافو. ايه ده؟ لا عرفتها ازاي منين؟ دي؟ عرفتها ازاي؟ مش كان في فيلم اللي اسمه تاكسي درايفر ولا كان تاكسي اسمه درايفر ده اصلا مش بتاع جاكي شان، هو بقى ولا كان ايه؟ اسمه ايه بس نقسم منه 3 مش كان في فيلم كان بيقعد يسوق فيه كده عربيه؟ ايوه كان بيسوق كده وكان كان اسمه ايه الفيلم ده؟ كان اسمه الساطور والسفله. مش بهزر والله. مش عارف يا عم، بس الاجابه صح وخلاص بقى، ما توجعش دماغنا بقى. الاجابه صح الاستاذ كريم. فكده احنا بنتكلم 60 30. كريم بيقرب منك، خلي بالك يا رمزي. حاضر. خلي بالك. هنسى السؤال بقى شويه. وكده ياخدنا للسؤال اللي قبل الاخير العاشر، هو سؤال صح ولا غلط، وده سؤال دوبيزل ب 20. انت لو جبته ده 60 30 تبقى 60 50، تبقى كده عملت الاستيكه معاه. هل على دوبيزل تقدر تلاقي عقارات للايجار؟ كريم رمزي الاول، ارجع رمزي للفار من الأول. فضلك. صح. صح ايه؟ رمزي الاول. تقدر تلاقي عقارات على الايجار. برافو عليك. وهنا بقى سقفوا. يلا. هنا بقى تلاقي الحنكه بتاعت البرنامج العبقري اللي احنا عاملينه، ان احنا بندخل المعلومه في قلب
يعني انت كواحد مشاهد بتتفرج عرفت دلوقتي، انا ما كنتش عارف اهو. شوف انا سفير اعلام الدوبيزل ما اعرفش ان كان فيها عقارات الايجار، اتهريت تدوير على الايجار ومش لاقي، فببص على الدوبيزل بكره ان شاء الله. وكده ياخدنا بقى السؤال الاخير بقى، السؤال رقم 11 عشان نختم كده بقى. 80-30 صح كده؟ كده 80-30 بس يعني ما ما هو السكور، ما هو هيكسب في السؤال، عشان كده قلت لك لازم اركز في لا السكور. انت كنت سابقه قبل ما نبدا تصوير. قبل بقى عشان انت مش عارف تركز. من ساعه ما فصلنا التراكشن مش وانا عارف تركز. ايوه بالظبط. السؤال الاخير ده سؤال فني وعايز حد مركز، اللي هو اصلا مش كريم هاني خالص. اصاله، الفنانه اصاله، عارفين الفنانه اصاله؟ تحبوا الفنانه اصاله؟ جدا. حنجره ذهبيه. اصاله كانت راكبه عربيه ايه في فيديو كليب اغنيه تصور بحبك، اللي هو بتاع في اختيارات. تصور بحبك، ماشي. عارف عربيه كانت عربيه صفراء. في اختيارات. كانت عربيه صفراء. ايه؟ كانت عربيه صفراء بتاعتي. ده كانت عربيه صفراء بس صح؟ ايه بقى نوع العربيه؟ انا ممكن اديكم اختيارات بس انا حاسس ان انتوا المفروض تعرفوها يعني. طب قول طيب. انتوا اصلا ما حدش زمر. ماشي، ما تقول، لا قول الاختيارات. أوكي. بس قول لي اختيارات. الاختيارات: الفا روميو، مرسيدس، بي ام. هو كريم اللي زمر قوي. بي ام ايه بقى؟ جدع تقول بقى. 3 سيريز 300 لا مش شرط 300 وكام؟ انو جنريشن. اي 36 كوبيه. انو جنريشن في اغنيه قديمه شويه. انزل جنريشن. لا فرحني باي حاجه. انزل اي 30. برافو عليك كريم هاني. كريم هاني اخذ 10 نقط، وبكده يبقى احنا وصلنا ل 11 سؤال خلصناهم. وبكده نعرف بقى من الفار حد يصحي الفار معلش. حد يصحي. كده يبقى كده 80. وقف بس وقف ثانيه. لا اخر لاب اهي. اخر لا لاب. وقفت في نص، انت قلت لي اقف. ماشي خلاص مش مشكله. انت تايمك كسبان. تايمك كسبان. انا كام؟ خلاص بس اخرس، انا المذيع انا اللي هقول. ماشي. وبكده خلصنا ال 11 سؤال والنتيجه 80-40. هتبقى 120-80 دلوقتي. اصبر بس ما هنعرف دلوقتي. أضرب. فكده رمزي تفوق على كريم في الاسئله، ولكن هنشوف دلوقتي في السيميليتر بقى مين كان اسرع. ورينا بقى التايم بتاعك. للاسف. انت وديت التايم فين؟ هو موجود عندي على الشاشه. هو فوق اهو. التايم فين؟ خلاص. فوق. كام جبت كام انت؟ دقيقه 35 100. دقيقه 35 124. دقيقه 36. دقيقه 60. 6. وبكده يبقى كريم هاني عمل الريمونتادا وخد 80 نقطة على ال 40. يبقوا كام عشان مش بعرف احسب؟ 120 80. وبكده كريم هاني هو اللي فوق. يا رزة. سعداء قوي بيك يا اخي. سيب لنا حاجة نكسبها انت على انا طول هو كده. قاعد يجاوب، انا ما عرفتش ازمر حتى. انت كنت مركز الحقيقة، بس طبعا رمزي اداء. الجاكشن ده انا هموت واعرف جابه ازاي. انا نفسي مش عارف والله العظيم. هو نفسه مش عارف. هو نفسه لا انا مش عارف. فاكر مش كان في فيلم بيقول لك تاكسي درايفر فيلم تاني. فيلم جديد يا عم كان اسمه جاكي كريزي. كان اعتزل اسمع أصلاً. كان اسمه كريزي تاكسي، كان حاجه كده كريزي كان قاعد تاكسي. يمشي فيه بظهره وبيعمل حاجات غريبه كده. انت عايز تاكسي انت وخلاص، اي تاكسي. هو ما كانش فيه تاكسي في الفيلم، بس هو كان بيطلع بايفولوشن وبتاع. ايوه. انا طبعا بحييك على ادائك المشرف استاذ رمزي. العلم نور يا ابني مش السؤال. مش مشكله. ولكن طبعا كريم عايزين نسمع له سقفه جامده جدا جدا. والمفاجاه بقى اللي انت ما تعرفهاش ان دوبيزل مش هتسيبك تروح كده ايدك فاضيه. دوبيزل محضرك مفاجاه بقى للي فايز. المفاجاه دي ويعني عشان العين لم تذبح. هيدوا لك اعلان ببلاش. يعني انت لو هتبيع حاجه تعمل اعلان ببلاش في دوبيزل. عاده الاعلان بفلوس. والله انت تعمله انا كنتش ببلاش. اعرف المعلومه دي. اديني عرفت. كنت متوقع ان انت لا. هتكسب اعلان ببلاش؟ لا. الف مبروك راحت يا كريم علينا والف الفرصة. مبروك عرفني ببيع كل حاجه ايوه بس في الاخر انتوا قرايب. خلي رمزي هو اللي يعرض. ايوه هو ده اللي بيبيعه. وبكده انا سعيد نكون خلصنا خلاص حلقتنا النهارده. سعيد جدا بكريم ورمزي، وهستناكم ان شاء الله في حلقه جديده من 4 شعلة مع دوبيزل. حد يسقف يا جدعان.